عارفة ايه الحاجة الوحيدة اللي لو العالم كله اتهد حواليكي محدش هيعرف ياخدها منك؟ ولا شكلك، ولا لبسك، ولا فلوسك. الحاجة الوحيدة اللي محدش هيعرف ياخدها منك هو انتي، النسخة اللي انتي تعبتي في انك تبنيها. للأسف أغلبنا عايش رد فعل لطلبات الناس اللي حوالينا، وبننسى إن إحنا أهم مشروع في حياتنا. أنا مش جاية النهاردة أقولك كلام علم نفس ولا كلام تنمية بشرية، أنا جاية أقولك إزاي تبني رصيد في نفسك محدش يعرف ياخده منك أبدا. وده بالظبط اللي عملته بنت بسيطة جدا، بدأت من تحت الصفر حرفيا، والكل قال لها إن انتي مش هتنجحي ومش هتوصلي بسبب شكلها وظروفها. كان في بنت بسيطة جدًا وظروفها صعبة جدًا، لدرجة إن هي ما كانتش بتلاقي لبس تلبسه، كان بس كل حلمها إن هي تبقى مذيعة مشهورة، بس كل اللي حواليها كانوا شايفين إن ملامحها وسمرها المختلف هيخلّيها ما تنفعش ومش لايقة على الشاشة. وفعلًا أول ما بدأت حلمها في التلفزيون، أول مدير قابلته طردها وقال لها كلام ممكن يوقّف أي حد، قال لها: "أنتِ عاطفية زيادة عن اللزوم، وشكلِك وملامحِك مش لايقين على الشاشة. شوفي لِك مكان تاني أو مجال تاني، ده مش مكانِك." بس الحقيقة هي ما سمعتش كلامه ولا اتأثّرت بأي حاجة من اللي هو قالها، بالعكس هي قررت إن هي تستغل طيبتها وعاطفيتها الزيادة دي، وقالت: "لو أنتم شايفينها عيب، أنا هاعرف إزاي أحوّلها لأقوى مهارة في العالم." وفعلًا اشتغلت على أسلوبها في الكلام، وعرفت إزاي تلمس قلوب الناس بجد، واشتغلت على نفسها وعلى مهاراتها لحد ما بقت أشهر مذيعة في العالم، وهي أوبرا وينفري. والنتيجة إن المدير ده بقى يحلم بس إن هي ترد على تليفونه. والبنت اللي بدأت من تحت الصفر دي هي مش بس بقت أشهر مذيعة في العالم، هي بقت صاحبة إمبراطورية كاملة وقناة تلفزيونية باسمها، وبقت من أقوى وأشهر سيدات الأعمال في العالم. والسر كله في الكلمتين دول، وهما: عزي نفسك تعزك الدنيا. عارفة يعني إيه تعزّي نفسِك؟ يعني مهاراتِك وشطارتِك وتعبِك على نفسِك هم اللي هيجبروا كل اللي حواليكِ إن هم يقدّروا وجودِك ويحترموكِ ويعملوا لِك ألف حساب، وده اللي أوبرا عملته زي ما حكينا في القصة اللي فاتت. هي ما كانتش مستنية حد يكتشفها، هي بنت قيمتها بنفسها واشتغلت على نفسها وبنت مهاراتها وقيمتها بإيديها. في جملة أنا باحبها أوي بتقول إيه: "العالم مش بيدّي حُب للي محتاج حُب، العالم بيدّي حُب وتقدير للي عارف قيمة نفسه وبيشتغل عليها." كل ما مهاراتِك زادت، كل أمّا هيزيد احتياج الناس ليكِ، وكل أمّا هيزيد استغنائِك عن الناس، والعكس مهاراتِك قلِّت، أنتِ اللي هتحتاجي للناس أكتر والناس هم اللي هيستغنوا عنِّك. قيمتِك في إيدِك، اتعبي على نفسِك، اشتغلي على نفسِك وعلى مهاراتِك، اتعلّمي كل حاجة. وخليكِ عارفة إن أنتِ كل ما مهاراتِك هتزيد، وكل أمّا ثقتِك بنفسِك هتزيد، وحُبِّك لنفسِك هيزيد، أنتِ مش هتبقي محتاجة حد يطبطب عليكِ أو أنتِ تطبطبي على حد علشان يفضل معاكِ. والعكس أنتِ لو وقفتِ مكانِك وما طوّرتيش من نفسِك ومن مهاراتِك، هتفضلي دايمًا بتسعي في إن أنتِ بتحاولي ترضي الناس، لإن أنتِ محتاجاهم ومحتاجة لمساعدتهم. اشتغلي على نفسِك، ابني نفسِك، افهمي كل حاجة، واقري في كل حاجة. عزّي نفسِك تعزِّك الدنيا. أعظم رصيد في الدنيا هو إنِّك تستثمري في نفسِك. المهارة والعقل هُم الرصيد اللي ما بيخلصش. لو الدنيا بُكرة اتقلبت حواليكِ، مش هينفعِك لبسِك ولا هينفعِك شكلِك ولا هينفعِك رأي الناس اللي حواليكِ اللي موقّفينِك مكانِك ومش عارفة تاخدي أي خطوة بسببهم. اللي هينفعِك أنا باعرف أعمل إيه، شخصيتي قوية قد إيه، مهاراتي إيه، هو دوّة اللي هينفعِك. استثمارِك في نفسِك وفي عقلِك وفي مهاراتِك هو الحاجة الوحيدة اللي ما حدش هيقدر يسرقها منِّك. الدنيا ممكن تاخد مننا حاجات كتير جدًا، بس عمرها ما هتقدر تاخد منِّك حاجة أنتِ زرعتيها في قلبِك وعقلِك. ده الاستثمار الوحيد اللي مستحيل يخسر أبدًا. النقطة اللي بعد كده: إزاي أحب نفسي بالفعل مش بالكلام. يعني إيه أحب نفسي؟ 1. حُبِّك لنفسِك هو الاستمرارية. أنا باستمر وباسعى كل يوم في إني أكون أحسن علشان أنا أستاهل إني أكون أحسن نسخة من نفسي، مش علشان أثبت لحد إن أنا جامدة. إحنا بنثبت لنفسنا إن إحنا نستاهل دوّة. الحاجة التانية: حُبِّك لنفسِك هو إنِّك تعرفي إزاي تديري طاقتِك ووقتِك،
قولي لأ على الحاجة اللي ما تناسبكيش، بلاش تبقي البنت الكيوت اللي بتقول حاضر ونعم على كل حاجة، بلاش تكوني مضمونة. الناس اللي حواليكِ لمّا بتضمنِك الحاجة المضمونة ما حدش بيبذل مجهود في إن هو يحافظ عليها. لمّا تتعاملي مع طاقتِك ووقتِك إن هُم حاجة غالية وتعرفي إزاي تستغلّيهم في الحاجة اللي تستاهل بجد، ساعتها فعلًا هتحبّي نَفْسِك وهتعرفي قيمتها صح. حبّي نَفْسِك، ديري طاقتِك ووقتِك، قولي لأ على الحاجة اللي ما تناسبكيش، قولي لأ على الحاجة اللي أنتِ مش حاباها، قولي لأ على المكان اللي أنتِ مش حابة تروحي تقعدي فيه مع ناس أنتِ أصلًا ما بتحبيهاش، بس مكسوفة تقولي لأ. لأ، أنتِ تستاهلي إن أنتِ تكوني في الحتّة اللي أنتِ حاسة إن أنتِ مرتاحة فيها، غير كده لأ. النقطة اللي بعد كده، فاكرين لمّا اتكلمنا عن المقارنة؟ عارفين بقى إيه هو علاج المقارنة؟ هو إنِّك تحبي نَفْسِك، هو إنِّك تبقي فاهمة إن أنتِ توقيتِك غير توقيت غيرِك، ورقتِك غير ورقة غيرِك، امتحاني والإجابات بتاعة الأسئلة بتاعتي مختلفة عن اللي جنبي. ما تقارنيش نفسِك بحد، بُصّي في ورقتِك، وعلى فكرة إحنا ال3 points دول سواء الاستمرارية إحنا اتكلمنا عنها في فيديو لوحديها، سر 1% اللي بيكمّلوا، والفيديو التاني اتكلمنا عن إزاي أدير طاقتي علشان أعرف أستغل وقتي صح، والفيديو التالت اتكلمنا عن المقارنة، وإن إحنا كل واحد فينا ليه امتحان مختلف بأسئلة مختلفة بإجابات مختلفة، وإن إحنا نبُص في ورقتنا. فأنا ما كنتش راضية أعمل الفيديو دوّة إلا أمّا نتكلم على ال3 points دول، لإن هُم فعلًا، فعلًا أساس لكل حاجة، أساس للنجاح، أساس إن أنتِ تحبّي نَفْسِك، فشوفوهم بجد هيفرقوا معاكم جدًا، جدًا، وابقوا قولوا لي رأيكم برضه هاستنى في الcomments. يالّا بينا نكمّل. النقطة اللي بعد كده، بطّلي جلد ذات، وقّفي جلد ذات. إحنا شاطرين جدًا في إن إحنا نعاتب نَفْسنا ونجلد نَفْسنا على غلطات عملناها من سنين، وبننسى نطبطب على نَفْسنا في وقت الزعل والتعب. بُصّي هاقول لِك على حاجة، خلّيكِ لنفسِك الصُحبة اللي أنتِ بتتمنّيها، يعني إيه؟ شوفي أنتِ بتحبّي صاحبتِك تعاملِك إزاي واتعاملي مع نفسِك بنفس الطريقة، اهتمام وحُب اتعاملي مع نفسِك كده، بتحبّي إن صاحبتِك تطبطب عليكِ وتحتويكِ، اتعاملي مع نفسِك كده، بتحبّي إن صاحبتِك تدلّعِك وتجيب لِك حاجات اتعاملي مع نفسِك بنفس الطريقة. خلّيكِ رحيمة بنفسِك. حُب النفس اللي بجد هو إن أنتِ تبقي عارفة إزاي تتعاملي مع الطفلة اللي جواكِ، كل واحد فينا جواه طفلة كده صغيرة، لمّا بتعرفي إزاي تتعاملي معاها بيفرق جدًا في نفسيتِك وفي شخصيتِك. الرحمة مش معناها إن أنا ضعيفة، الرحمة مش معناها إن أنا باتدلّع، الرحمة هي البنزين وهي الطاقة اللي بتشحنني إني لمّا أقع لو وقعت 1000 مرّة وأنا كنت عارفة إزاي أكون رحيمة بنفسي، هاقوم وما فيش حاجة هتقدر توقّفني أبدًا. فخلّيكِ رحيمة بنفسِك، اعترفي بإن أنا عندي عيوب، عادي يكون عندي عيوب، قولي أنا عندي عيوب بس أنا باحب نفسي، أنا عندي عيوب علشان ما فيش حد في الدنيا كامل، ما فيش حد كامل، الكمال لله وحده. عادي اقعدي مع نفسِك شوفي أنا الحاجة دي مضايقاني، خلاص أنا هاشتغل عليها، أنا عندي عيوب بس أنا أستاهل إن أنا أتحب وأستاهل إن أنا أتقدّر، مش عيب إن أنتِ يكون عندِك عيوب، العيب إن أنتِ تنكري دوّة والعيب إن أنتِ تفضلي سايباها كده، لأ أنا هاقعد مع نفسي وهاشوف عيوبي إيه وهاشتغل عليها لحد أمّا أكون أحسن، هو ده قوة في حد ذاته، هو ده حُبِّك لنفسِك، هاعترف إن أنا عندي عيوب بس أنا باحب نفسي وباحترمها وباقدّرها ومش هاقبل غير بكده، اللي يحترمني واللي يقدّرني. النقطة الأخيرة وهي كافئي نفسِك على المجهود مش على النتيجة بس، كافئي نفسِك على محاولاتِك مش على النتيجة بس، مش لازم أوصل للقمة علشان تفرحي بنفسِك، لأ، افرحي بنفسِك على كل خطوة صغيرة أنتِ بتاخديها كل يوم. يعني إيه؟ أنا دايمًا باقول لكم اوصلوا للحاجة اللي أنتم عايزينها وكافئوا نفسكم عليها، تمام، بس أنا برضه قُلت لكم قبل كده إيه، إن أنتم قسّموا المكافآت بتاعتكم، خلّوا مثلًا كل يوم في مكافأة صغيرة بتعملوها لو أنتم أنجزتوا الحاجة اللي بتعملوها. مكافأة أسبوعية، مكافأة شهرية، مكافأة سنوية، يعني إيه، أنا لمّا كنت عايزة أوصل أو إن أنا آخد الدبلومة، كنت طبعًا مش هاستنى إن أنا أجيب اللابتوب آخر السنة، طب ما أنا في مجهود بابذله عشان أوصل للهدف بتاعي ده، فكنت باعمل إيه، مثلًا كل شهر لو أنا أنجزت جزء المذاكرة اللي أنا عايزة أعمله، باروح أكافئ نفسي بحاجة بسيطة جدًا، أخرج خروجة حلوة، أجيب حاجة أنا كان نفسي أشتريها، بس لمّا أوصل للنتيجة وإن شاء الله أنجح، أنا هاكافئ نفسي على النتيجة اللي أنا وصلت لها دي. المكافأة اللي أنتِ بتعمليها في المجهود اللي بتبذليه ده، هي بتدّيكِ كمية طاقة مش طبيعية، هي أصلًا الpower اللي بيخلّيكِ تكمّلي علشان توصلي للنتيجة الكبيرة اللي أنتِ هتكافئي نفسِك عليها بعد كده. وافتكري إن أنتِ أهم مشروع في حياتِك، وكل أمّا استثمرتِ في نفسِك أكتر،
كل ما ثقتِك هتزيد بنفسِك أكتر، كل ما هتبقي أغلى، وكل ما هتستغني أكتر. إحنا كده خلّصنا، قولوا لي في الcomments إيه أكتر حاجة غيّرت نظرتكم لنفسكم وساعدتكم إن أنتم تحبوا نفسكم بجد، وقولوا لي أنتم حابين تشوفوا إيه الفترة الجاية، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بس كده، أشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.